يا صباح السعادة ويا رب اللي جاي أحلى وأجمل. اعملوا شير ولايك للسعادة بس ولصباح السعادة. خدعة البراندز بتعملها فيكم، والله العظيم دي خدعة البراندز بتعملها فيكم. أكبر خدعة البراندز بتوع التسويق بتوع الماركات الكبيرة اللي تمنها كبير ومكسبها كبير عملوها فيكم، إن هم أقنعوكم بفكرة، وخصوصا الطبقة المتوسطة واللي تحت المتوسطة، بفكرة الفاست فود ثينكينج. بمعنى ايه؟ عارفين الفاست فود هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن فعلا جانك فود، هو اكل ما فيهوش اي فوائد غذائية، وساعات بيبقى اكل مضر اكتر منه مفيد. مش ما بيفيدش، بس متقدم لك بصورة حلوة، متغلف حلو ومعمول له دعاية حلوة، وجايبين نجوم السينما والفن يعملوا له دعاية، فانت بتاكله وهو طعمه حلو ما فيهوش اي فايدة. فالفاست فود ثينكينج بروسيس دي هي عبارة عن ان انت بتاخد حاجة بلا قيمة، تمنها غالي، وطعمها وشكلها حلو. هم بيحولوكوا ان انتوا تبقوا جانك بيبول، تبقوا بتفكروا كده، تبقوا فاكرين ان قيمتكوا في شكلكوا مش في محتواكوا. بمعنى ان هو لازم يعمل لك في الاعلان انك لو لبست الجزمه الفلانيه هتبقى شبه الفنان الفلاني، لو لبست الساعه البراند السينيه اللي ماركت كذا هتبقى بني ادم ليك قيمه، لو لبست الهدوم اللي عليها شعار كذا هتبقى ليك قيمه، لو عملت شعرك ستايل ايه، لو قعدت في الكافيه الفلاني، لو نزلت في الفندق العلاني، لو ركبت العربية الفلانية، كل ده هيديك قيمة. ولا حاجة من دول على فكرة بتديك قيمة. انت هتبقى جانك بيرسون، هتبقى عامل زي الجانك فود، شكل حلو، تمن غالي، بس قيمة مفيش. وقيسوا على كده كل حاجة، حتى محتوى السوشيال ميديا بقى جانك سوشيال ميديا، محتوى مفيش فايدة، مفيش قيمة، مفيش، لكن شكله حلو. اوعوا تقعوا في الخدعة دي، وخصوصا الطبقة المتوسطة. انا بلاقي ناس بيكحوا تراب ويخشوا جمعيات ويدينوا وياخدوا قروض عشان يجيب موبايل غالي جدا، عشان يجيب جزمة غالية جدا، عشان يجيب عربية غالية جدا، عشان يجيب برفان مش عارف ايه، عشان يسافر الحتة الفلانية ويعمل تشيك ان وياخد صور ويوريك ان انا بقى ليا قيمة، ان انا لبست كذا وركبت العربية كذا وفطرت في الكافيه كذا وعوجت لساني ونسيت لغتي. اوعوا تتحولوا لجانك بيبول، اوعوا تخشوا في الخدعه دي. البراندز وخشوا اعملوا سيرش وشوفوا اغلب مكسبها من الطبقه المتوسطه وما تحت المتوسطه، مع ان مش دول التارجت سيجمنت اساسا. لو اي حد بيفكر مش الفئه المستهدفه اللي تقدر على الثمن ده، بس هم دول اكتر ناس بيدفعوا في ده ويدينوا في ده وياخدوا قروض. قالوا زمان على قد لحافك مد رجليك. وخلي دايما قيمتك في ذاتك مش في ممتلكاتك. ما تبقاش مانيكان ولا عروسة في باترينا، محتوى مفيش، شخص تافه ملوش اي قيمة ولابس حاجات غالية جدا. هتعرف قيمتك الحقيقية بعد عمر طويل لما تتوفى. يا ترى لما هتيجي سيرته الناس هتقول تافه والله يحرقه، ولا هتقول كان محترم والله يرحمه؟ خلي قيمتك في ذاتك مش في ممتلكاتك. صباح السعادة.